واحد السلام عليكم ومرحبا بكم في استراتيجية التعليم بالمغرب 2028 ميلادية حسب السي بن كيران اللي دارها في 2016. اذا نتوما في المستقبل، يا سيدي نتوما في المستقبل. هادشي كله وقع حين سكتنا في 2016. ايوا اجي تشوف اش وقع لينا في 2028 حين حنا ولاد الشعب. ولا كنتي ولد الشعب وفقير وبغيتي تقرا، خاصك تقطع الجبال والواد، وعندك لا تصلع، وعندك التماسيح والعفاريت والأسود والنمور، هيا سيدي، والأرنبات وداك الشي. ونفترضوا أنك دزتي هاد الحواجز، خاصك تهز المحفظة فيها 20 كيلو تاع الكتوبة، وخا يكون فيك انت 5 كيلو، باش من هنا إلا ما قريتيش تدرب على طالب معاشو. ونفترضوا سيدي أنك دربتي على طالب معاشو، وفتقتي ودزتي في الحواجز. ايوا برافو، برافو، احنا وصلنا. ايوا فين غادي تقرا سيدي؟ الى وصلتي غادي تقرا سيدي في مدرسة مجموعة مدارس المعاشات الجامع. اسيدي مرحبا بك في مدرسة مجموعة مدارس معاشات الجامع. ايوا كتسنى حين انت فقير خصك تقرا ولا بدا للدراسة. اذا كتستغربوا الى وصلتي، دونك من اصل 60 واحد في هذا القسم غادي يوصلونا جوج. ايوا حريرة اخرى، واجي تشوف اش غيوقع. الاستاذ يشرق والتلميذ يغرب. احنا ما نستحمروش الشعب المغربي، ولاد الشعب ديما ناجحين، ولكن احنا في 2028 وهاد الاستراتيجية هي هادي اللي باغيين يكلخونا بها. واجي تشوف طريفة مع الاستاذ والتلاميذ ديالو. اذا يلا تفرجوا معايا في الحلقة. السلام عليكم تلامذتي الأعزاء. نظرا لقلتكم اليوم إن شاء الله قررت أن أمتحنكم، وأنتم تعرفون سبب قلتكم، ألا وهو صعوبة التنقل والوصول إلى هذه المؤسسة نظرا للعراقيل والتي تعرقل سيرورة التعليم العام. ولذلك من رغم تجاوز كل المحن، أنتم اليوم تجاوزتم كل من العفاريت والتماسيح والجبال والتلال، ولكن الآخر لم يستطع إن شاء الله. اليوم أعزائي الكرام، أنتم تعرفون مدى مشاكل التعليم بالمغرب، وخصوصا هذه السنة اللي هي سنة 2028. اليوم إن شاء الله قررت أن أمتحنكم لتحصيل معرفتكم. إذا قررت أن أضع لكم امتحانا سهلا وفي المتناول، أنتم الاثنين، وهو على شقين. الشق الأول أسئلة مباشرة، والشق الثاني إن شاء الله سيكون موضوعا، سأطرح موضوعا وتتكلمون عنه. سيد إلياس ستأخذ أنت الأسئلة المباشرة، وسيد رضا سيأخذ إن شاء الله الإنشاء أو التعبير إن شاء الله في موضع ما. إذا الأسئلة موجهة لك سيد وتلميذ إلياس. والسؤال الأول: لماذا الماء يصدر صوتا عندما يغلي؟ لماذا الماء يصدر صوتا عندما يغلي؟ لأن الجراثيم تطلب النجدة يا أستاذ. السؤال الثاني: لماذا يعتبر القطار مهما؟ لماذا يعتبر القطار مهما؟ يعتبر القطار مهما لأن تحته خطان. إذن السؤال الثالث، ركز جيدا: متى يتكون الندى؟ ركز جيدا في إجابتك. متى يتكون الندى؟ يتكون الندى عند دوران الأرض تتعب وتتعرق فيتكون الندى. صراحة يا بني يجب أن تدرس جيدا. أنت لا تبالي بالدرس، أو ما هي مشكلتك؟
صراحة يجب أن تقوم ثورة تعليمية، يجب أن تقوم ثورة تعليمية يا بني. بالمناسبة، ما هي الثورة؟ ما هي الثورة؟ الثورة وهي زوجة الثور، ونقول لها البقرة أحيانا، وعندها أسماء كثيرة، وكي هناك يعني بقرة بيضاء وكحلاء وحمراء، وهناك أنواع، وهناك التي تعطي الحليب، وهناك الذي لا تحلب ولا تعطي الحليب. ركز جيدا يا إلياس، ركز جيدا. ما هي الصخور الراسبة؟ تعريف للصخور الراسبة: هي التي تدرس طوال العام ولا تنجح. ابني إلياس، ركز لتحسين علاماتك، ركز جيدا. السؤال الأخير، ركز جيدا، التركيز ثم التركيز ثم التركيز. من هو المنافق؟ المنافق هو الذي يدخل المدرسة العمومية مبتسما. أحسنت بنيا، أحسنت. إجابتك الأخيرة يعني كانت في محلها، لذلك حصلت على بعض العلامات الجيدة. إذا أنتقل إليك السيد رضا إن شاء الله. ستحدثني، اعطيني بعض الإنشاء إن شاء الله من اختيارك. وأرجوك سيد رضا لا تحدثني عن الدود كعادتك. الدود نوعان، فمنها الناططة والزاحفة، والزاحفة نوعان، فمنها الطويلة ومنها القصيرة، والطويلة نوعان، فمنها الغليظة ومنها الضعيفة، والضعيفة نوعان، فمنها التي تلد ومنها العاقم، والتي تلد نوعان، إما أن تلد الدودة العادية وإما أن تلد دودة القز، ودودة القز نوعان، فمنها التي تصنع الحرير ومنها التي لا تصنع الحرير، والتي تصنع الحرير نوعان. رضا، حدثني عن الفيل ولا تحدثني عن الدود، حدثني عن الفيل. الفيل من أضخم الحيوانات، له خرطوم طويلان وأنياب كبيرة، فهو عندما يمشي يقتل بعض الحيوانات الصغيرة والحشرات مثلا كالدود، والدود نوعان، فمنها رضا، أنت مشكلة. الآن حدثني عن الأخبار، وإذا كنت رجلا وأتحداك أن تدمج فيها الدود. لقي 15 جنديا مصرعهم في كامن وضعه المقاتلون الشيشان في الضفة الغربية، حصلوا على جثتهم بعد أن أكلها الدود، والدود نوعان. شوف، انت غادي نهضر معاك بالدارجة دابا، غتهضر لي على الطيارة ولا كنتي راجل دخل فيها الدود. يلا. الطائرة من وسائل النقل الجوية والمريحة، وقد ساعدت الإنسان في نقل الأماكن البعيدة ونقل السلاح في الحروب، وهي كبعض حشرات الطائرة مثلا كالفراش، والفراش أصله من الدود، والدود نوعان، فمن مشكلة معك انت والله، لا مشكلة بالله. شنو غندير؟ هذا آخر اختبار وغادي نعطيك 10/10. غادي دير لي واحد الإنشاء على الشمس. يلا، ولا كنتي راجل دخل فيها الدود. ذات يوم استيقظت في الصباح الباكر، فرأيت الشمس بهاتين العينين التي سيأكلهما الدود، والدود نوعان. ايوا الاخوان، اللي عجبتكم الحلقه بارطاجيو. انا بغيت هذا الفيديو يزحف في الفيسبوك واليوتيوب مثل الدود، ودود نوعان.